شهدت مدرجات ملعب مولاي الحسن بالرباط حضور النجم الفرنسي زين الدين زيدان مباراة الجزائر والسودان ضمن افتتاح المنتخب الجزائري في كأس أفريقيا. وتفاعل الجمهور بقوة مع ظهور زيدان على الشاشات العملاقة للملعب، مما أثار موجة من التصفيق والهتافات في مشهد كان الثاني من نوعه بعد الهدف المبكر الذي سجله رياض محرز لصالح الجزائر. وحاول زيدان الذي حضر لدعم ابنه لوكا حارس مرمى منتخب الجزائر الظهور بشكل متحفظ مرتديا ملابس سوداء ونظارات شمسية، مكتفيا بإشارة خجولة للجماهير. ورغم محاولته عدم خطف الأضواء من اللاعبين داخل الملعب، واصل الجمهور ترديد هتاف زيزو زيزو مع كل كرة يلمسها الحارس لوكا زيدان. وتواجد زيدان رفقة أبنائه في المدرجات لمساندة نجله لوكا الحارس مرمى الجزائر الذي يشارك في أول مباراة بقميص ثعالب الصحراء في كأس الأمم بعدما تدرج بين صفوف الناشئين والشباب في منتخب فرنسا. إذن هذه الصور توضح مدى سعادة الأسطورة زين الدين زيدان بأداء ابنه لوكا الذي حافظ على نظافة شباكه طيلة المباراة، وأداء المنتخب الوطني الجزائري. بالتوفيق للمنتخب الجزائر في باقي المباريات.